السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم ولو انه فيت درتو عاود درتو ولكن كما تنقولوا دائما في الاعاده افاده. خاص بناديه، انت طلبتي مني نوري لك شنو هما المشاكل اللي كتخليك تعياي. انا غادي نعطيك جوج نقاط اللي لاحظت لقاش ملي صيفطتي لي فيديو كيفاش كتسوقي عرفت لك النقاط اللي كتخليك تعياي، ولو انك كتسوقي ما شاء الله عليك، يعني عارفه كيفاش تمشي الطوموبيل ديالك وعارفه كيفاش تحكمي في لابواط فيتاس، ولكن داك لافاتيك ديك العيا انا نعطيك مناش. غادي نبداو اول حاجه كديريها خاطئه، طريقه باش كتجلسي في الكرسي اللي دائما كنأكد عليها، راه شحال من واحد كيغلط فيها تيصحاب باللي راه الجلسه في الكرسي كما بغات تكون راه هي هذيك. لا، راه الا ما جلستيش الجلسه الصحيحه اكيد غادي تعياي. والخطا اللي كديريه انك ملي كتجي تقادي الكرسي كتعبري بالرجل ديال اليمين. خطا. راه الرجل اللي كنشوفوا بها الجلسه ديالنا هو صحيحه ولا خاطئه؟ الرجل د اليسار د لومبرياج. علاش؟ لحقاش كما تنقولوا باللي راه الرجل د لومبرياج هي اللي كتحتاج انك تدفعي بالجهد، اما الرجل ديال اليمين كنخدموا غير البنان ديال رجلنا كنحولوهم، ما كيحتاجش قوه والقدم كيكون في الارض. هذه هي اللي غنشدوا بها العبار. اللي كديريه انت انك كتخلي شي شويه الكرسي ديالك بعيد، وملي كتجي توركي على لومبرياج كتهزي. ديك الهزه اللي كتهزي كتكون الرجل ديالك مجبده كامله. خاطئه. اول حاجه ديري ملي تطلعي وريتيني حتى كيفاش كتصوبي الكرسي خاطئ، كتبقى ديري هكا. لا، شبر في الديريكسيون، جبدي الجسد ديالك لقدام وهز الحديده ديال الكرسي، وانت غادي تبقاي تمشي فوق الكرسي كما بغيتي، القياس اللي غادي يناسبك ماشي اللي تبغيه، اللي يناسبك. دابا بالنسبه لي انا القياس اللي كيناسب الطوله ديال رجلي هو انني خصني نورك على لومبرياج القدم مهزوز وندفع بلا ما تجبد الرجل ديالي، يعني بلا ما نهز النص ديالي. خصني الرجل تخدم غير من هنا لتحت، لحقاش ملي كنخدموا الرجل من هنا لتحت ما كنحركوش الرجل الاخرى ملي كنجيو نتكيو على لومبرياج في التبدال ديال الفيتاس. هذا يعني الخطا الاول اللي كديريه انك كتخلي راسك بعيده على لومبرياج، كتعبري بالرجل اليمين. ملي كتصوبي هذه المساله نجيو عاود لك يعييك، انت بالخوف ديالك كتخلي الجلسه الكرسي بعيده وكتقربي الظهر. ملي كتقربي الظهر ها كيفاش كنتي كتسوقي هكا. خطا. خص انت يكونوا يدك مفتوحين بحال في مفتوحه، ماشي تجي لاصقه هكا. ملي كتجي لاصقه كتولي كتحركي يدك مكتفين. خصك تكون الظهر ديالك معدله متكيه، ما تخليش داك الخوا بينك وبين الكرسي هكا. يعني تحطي ظهرك على الكرسي وتقادي الطوله ديال يدك، يجيو يدك مفتوحين بحال في من طبيعه الحال باش كتحكمي في الفيتاس بلا ما تبقاي ديري هكا. انا عطيت لك جوج نقاط اللي كيخليو لك العيا ديالك. النقطه الثالثه اللي عندك لاحظت لك ان هذا الكرسي كيكون غابر هابط بزاف، كتسوقي هكا يعني ما كتشوفيش النيفو ديال الطوموبيل القدام. خطا. راه كل طوموبيل عندها الكرسي ديالها كيطلع، طلعيه بهادي من طبيعه الحال. كل وحده فين عندها باش كنتحكموا. بحال دابا هادي راه عندنا هاد الحديده هادي كتطلعي بها، خص النيفو ديال وجهك هاد لاماشوا هادي تجي هكا دائما كما تنوصي الوجه ديالنا يمشي هاد النيفو باش كتشوفي القدام ديال الطوموبيل. ما كيحتاج تكوني غارقه، راه كيمشي لك المسافه بينك وبين الطوموبيل ما كتشديش بطريقه صحيحه. احنا عطيت لك المشكل ديال الرجل ومشكل ديال التقراب وكتكوني غابره مهبطه. يعني كما قلنا دائما الا ما عديتيش الكرسي ديالك الطريقه الصحيحه ما غاديش تسوق مرتاح ولو انك تعرف تسوق. ونحاولوا ما امكن ملي تبغي يعني تجلس ديك الجلسه ديالك باش تكون هكا ما خصش عينيك يهبطوا يشوفوا لي بيدال وما خصش تشوف الفيتاس. هادو هما النقاط ديالك اللي خطيتي فيهم ناديه. واضطريت ندير هذا الفيديو هذا ماشي غير لك لحقاش بزاف ديال الناس سولوني هذا السؤال هذا. اجابه لك ناديه، والاجابه للاخوان والاخوات من طبيعه الحال المبتدئين. اما المحترفين طريق السلامه والله يوصلكم على خير. ماشي لكم كنوجه هذا الميساج هذا. السلام عليكم، سلام للجميع، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يكون مفيد وتصحوا هاد الاخطاء هادو اللي طرقت لهم.